مساء الخير عليكم وصباح الخير عليكم. أنا اسمي أحمد، أنا عايش هنا في أمريكا في ولاية تكساس. بس كنت عايز أعلق على حاجة شفتها أنا فيديو كانت عاملاه الدكتورة وفاء سلطان مع هشام المصري. اسمه الاصطدام مع القطيع. آه، طبعا هو كان في حوار كده ماشي بين هشام المصري وكام شاب من اليوتيوب. ناس كلهم محترمين، كل الناس اللي بتطلع على اليوتيوب محترمين. بس انا كنت بتابع هشام المصري كتير، انا بتابعهم كلهم. يعني انا بسوق كتير هنا فبحط اليوتيوب وبسمع كل واحد بيقول ايه. الاستاذ هشام المصري انا يعني اعجبت بيه جدا، اللهجه المصريه ابن البلد كده هو. لكن طبعا كان في ملاحظات كتيره آه على شخصيته. آه ف يعني عدت الايام وحصلت مشكله، اللي هو شتم آه امراه مغربيه بأسوأ العبارات والالفاظ والاتهامات، ان هو يتهم انسانه عربيه مسلمه باتهامات زي دهيت. دي احنا يعني عندنا في مصر لو انا ابوها او اخوها او جوزها، احنا بنلم يعني عفشنا وبنمشي من المنطقه دي، لان حتى لو كانت الاتهامات كذب بتعلق بتلزق. دي تهمه، اللي انت تتهم واحده اللي هي بتنام مع واحد وطالعه عريانه وطالعه مش عارف متصوره فين وعامله. لا، دي تهمه كبيره جدا، يعني تهمه كبيره جدا جدا. فانا بدات يعني ادي انتباه شويه لشخصيته. وكان في ناس كتيره من اللي بيتابعوه ملاحظين وبيقولوا له انت نرجسي. فدي بصراحه يعني كانت الكلمه الصح او التشخيص الصح من ناس يمكن اصلا هم ملهمش علاقه بالطب او بالامراض النفسيه. طيب، الدكتورة وفاء سلطان طلعت وقالت ان كل الناس اللي بتهاجم هشام دول بينبحوا. انا طبعا ضد الكلمة دي جدا، يعني لو اتقالت انتقدوه او عرضوه. انا كمان يعني حاجة عايز اضيفها، ان انا متابع الدكتورة وفاء سلطان ومعجب بشجاعتها. فانا اعتقد يا دكتورة حضرتك اتعرضتي لمانيبيوليشن. مانيبيوليشن هو جلب استعطافك. لو حضرتك تقول لنا انه ازاي الاستاذ هشام وصل لك انك تطلعي معاه، انا اعتقد انه استخدم اسلوب المانيبيوليشن، اسلوب الفيكتيم، هو الضحية. لكن حضرتك لو تتابعي 3 4 فيديوهات من فيديوهات الاستاذ هشام، هتلاقي ان حضرتك ان فعلا الدياجنوسز او تشخيص مرض النرجسية النركسست، او انا كمان اضفت عليه borderline personality disorder. ليه؟ لان داخله فيها حاجات كتيرة جدا: manipulation، فوبيا، بارانويا. وده اكسبلين انت حضرتك كل حاجة يعني. فيعني انا لو سمحتي انا عايز حضرتك وبطلب من حضرتك انت تراجع الفيديو اللي حضرتك عملتيه مع الاستاذ هشام تاني، وتكرري حضرتك بعد كده. والاول قصدي يعني تتفرجي على كام فيديو من فيديوهاته. يعني مثلا في حاجه حضرتك قلتيها للعالم السيكولوجي اللي حضرتك ذكرتي اسمه اللي انا مش حاضرني دلوقتي، انه لكل abnormal action there are abnormal reaction. تحفظي على السنتس دي او على السيده او على الجمله دي، ان اولا السايكولوجيست ما بيديناش ديتيلز هو ايه الابنورمال اكشن. يعني ايه ما كل اكشن ممكن اي حد تاني يعتبره abnormal. لو انا هنا في امريكا بنطبطب على واحد ممنوع، يعني ما تلمسنيش. في مصر احنا بنطبطب، فهل ده ابنورمال لمين؟ فالسايكولوجيست عمر ما بيدينا ديتيلز. السايكولوجيست على طول بيشتغل بالتنميه البشريه. ده كان حقك. لا، انت حضرتك عطيتيه رخصه.
انه يتمادى في افعاله. انا اكاد اوعدك انه هيستخدم اسمك في كل رياكشن يعمله بعد كده، ويقول زي ما قالت الدكتورة وفاء سلطان، حضرتك عطيتيه رخصة انه يعمل حاجات بشعة جدا للناس، لان حضرتك قلتي بلسانك ان اللانجوج ابيوز يمكن تكون اقوى من الفيزيكال ابيوز. يعني الكلام الجارح ممكن يأذي الانسان اكتر حتى من الضرب، وحضرتك قلتي كده، او اللي انا فهمته من كلام حضرتك كده. طيب انا بتكلم من ايه؟ انا هنا في ولاية تكساس فاميلي نيرس براكتيشنر في مقام الدكتور، بس ما بقدرش اقول على نفسي دكتور للامانة المهنية. فانا في مقام الدكتور، في اعلى مني دكتور اللي هو السوبرفايزر بتاعي، اللي هو ال اذا انا عملت حاجه غلط برجع له هو. فانا ما اقدرش انا اقول اللي انا دكتور بس في مقام الدكتور، يعني هنا ليها حاجه، بس ما بقدرش اقول انا دكتور. انا فاميلي نيرس براكتيشنر، معايا ماستر ديجري ان نيرسينج وذ فاميلي نيرس براكتيشنر. يعني بنقدر ندايجنوسس، بنقدر نطلب ادويه، بنقدر نعمل عمليات مش عايز اقول جراحيه، يعني مثلا فض خراج، يعني حاجات كده. تاني حاجه كمان اللي انا بيسمح لي ان انا اتكلم كده، انا اشتغلت في منتال ستيت سكول او ستيت سكول سبورتنج ليفينج سنتر في ولايه تكساس 3 سنين. اشتغلت نيرس وكامبس ار ان واللي هو الفاست ريسبوند. يعني ممكن ابقى اشرح كل الحاجات دي. حضرتك كان عندنا 120 مريض، بتروح كل الامراض اللي عندهم جايه من الام دي اس 5. واكيد انا عارف ان حضرتك عارفه يعني ايه الام دي اس 5. ده الكتاب زي كتاب الحديث بتاع الامراض النفسيه المنتشره، واللي هي ممكن نلاقي شخص جنبنا كل يوم عنده مرض من الامراض النفسيه دي. يعني لو عايز نشوف حاجة مثلا من اللي هو النرجسية، وحضرتك يعني ممكن تروحي وتشوفي كام فيديو من بتوعه، ولو حضرتك ما لقيتيش الكلام ده من طريقة كلامه من كل الحاجات اللي بيعملها، حضرتك ممكن ترجعي لي، وانا لو ما فيش دليل انا اللي حضرتك هتأمري بيه انا هعمله. Narcissistic personality disorder require medical diagnosis by symptoms include excessive need of admiration. انت كويس، انت حلو، انت احسن واحد، انت العظيم، انت الكبير. disregard for others feelings، ما بيراعيش شعور الاخرين، وهو فعلا اي حد بيكلمه على طول بيأتاك him languagely. inability to handle criticism، ما بيقبلش النقد، وده اللي حصل. اي حد بينقده يا ويله يا ويله، وحتى لو كان نقد بسيط جدا. يعني سبب المشكله دهيت ان واحد من بتوع اليوتيوب دهوت قال ها 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 في تعليق، تخليه هو ما استحملش ها ها ها، وطلع شتمه وشتم الشعب المغربي كله وشتم امه وشتم ابوه. استاذ زي ارنست ويليام، استاذ مثقف جدا عايش في فرنسا ومثقف جدا، عنده كميه المعلومات ان هو يقدر يملى شارع يعني معلش. بس عشان قال انا ما اعتقدش ان هو اعتقل او الموضوع ده هوت يعني مش راكب، اتشتمت امه وابوه واتنمر عليه واتنمر على ان هو اقرع واتنمر على كل المسيحيين حضرتك. مش عشان خاطر دي بس، هو استخدم فئة he targeted a minority وريحتهم وحشة ومش عارف ايه. الدكتور العظيم دكتور جورج بول ده بيدينا نصايح كل يوم. يعني هو الاستاذ بروفيسوري اللي انا دخلت الامتحانات لما كان بيعمل حاجات عن الطب وكده، هو دخل في زوجته وابشع الالفاظ يعني. فتخيلي انه كلمة بس صغيرة كريتيكيزم انه شهر
شهر بيهم. فهل تعتقدي ان ها اكشن تستحمل رياكشن انه يشتم امه وابوه والشعب المغربي كله؟ فدكتورة حضرتك انا عارف ان هو يمكن دخلك من ناحية الفيكتيم، دخلك من ناحية المانيبيوليشن، دخلك من ناحية انا كل عليا. طيب البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر، البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر حضرتك اللي هو كان هولد ريليشن شيب، اخ عنده 49 سنه طبعا ما عندوش صحاب، الفوبيا، المانيبيوليشن، feeling of self harm، explosive anger. لو حضرتك شفتي بس فيديو من الاستاذ هشام هتشوفي يعني ايه انجر، ان واحد يقعد يشتم في الناس بزعيق وكده. هو بيقول على نفسه تنويري. حضرتك يعني احنا شفنا ناس بتنور كتير يعني زي اللمض كده ماشيين، ما شفناش حد شتم حد بالام وبالاب وبالعيله ودخل في شرف الناس. هو قدوته الاستاذ سيد القمني. عمرنا ما سمعنا الاستاذ سيد القمني اتشتم، وبالعكس ده اتهدد بالقتل، اتهدد بالحبس، بس الراجل رد على الفكره. الاستاذ حامد عبد الصمد نفس الموضوع. ما شفنا الاستاذ اسلام البحيري اتسجن برضه نفس الموضوع، ما طلعش شتم ام حد ولا اب حد ولا اي حاجه، رد على الشخص بفكرته. فحضرتك انت بتقولي ده انت عايز تنور وعايز تعمل وعايز كده. هو طيب حضرتك احنا يعني ده مش قدوه. فانا ما عنديش مشكله ان مريض نفسي، وانا اسف ان بقول مريض نفسي، احنا دلوقتي في امريكا بيقولوا حاله نفسيه او ديس اوردر، يعني هم بيخففوا الكلمه من كلمه مريض. فانا يعني قديم شويه في المجال فلسه كلمه مريض بتطلع مني. لكن المشكله في المريض النفسي مش مشكله انا يعني دي حقه ان هو ده حقه ان هو يطلع يتكلم، حقه ان هو يطلع يعبر عن نفسه. لكن المشكله مع المريض النفسي انه احنا مش عارفين امتى هي جانا سناب. انت حضرتك عارفه يعني ايه كلمه سناب هنا في امريكا؟ وين يو جانا سناب يعني ان هو انت هتنفجر، امتى هينفجر او امتى كل حاجه هتمشي شمال، مش عارفين امتى. ثانيا مش عارفين نص كلامه صح ولا غلط او كذب او تخيلات من دماغه. حضرتك عارفه ان المريض النفسي الناس اللي حواليه هي اللي بتعمل له الدايجنوسس، مش هو المريض النفسي. وخصوصا البوردر لاين والنرجسيه، المريض 100% متاكد ان هو صح، ان هو ما فيهوش حاجه، وكل الناس اللي حواليه هي اللي غلط. حضرتك عارفه ان الاي دي اتش دي المدرسين هم اللي بيشخصوا الطفل. حضرتك عارفه ان الاكتئاب العائله الزوجه الاخت يقول لك لا انت مش مبسوط، انت مش سعادتك. كذلك النرجسيه الناس هي اللي وده فعلا حصل كتير جدا، تقريبا في كل فيديو ناس بتقول له تطلع انت نرجسي. واقول لهم لا انا مش نرجسي، ده هو ده النرجسي وده اللي نرجسي، انا مش نرجسي. فحضرتك هي دي الداتا اللي خلتني اقول الشخص ده I can diagnose him with نرجسية، I can diagnose him with borderline personality disorder. حضرتك عارفه البوردر لاين لما كتير فعشان كده سموها بوردر لاين. ف مش مشكله ان هو يطلع يتكلم، بس احنا مش عارفين اولا انه امتى هيسناب، امتى هيهاجمنا. ثانيا مش عارفين كلامه صح ولا غلط ولا كذب ولا تخيلات. ثالثا صعب انتقاده، ما تقدريش تقولي لا. فانت بنقول ان الواحد حريته انه يتفرج عليه مش عاجبه يتفيه ويمشي، بس المشكله انه احنا حسينا كبراكتيشنرز ان عندنا واجب بس انساني ان نحذر الناس. مش مشكله ان انت تتفرج على مريض نفسي، مش مشكله، بس تاكد 100% اذا بس هتقول له انت غلط او الحاجه دي مش صح، والدتك ووالدك واختك واخوك وزوجتك وكل حد تعرفه في حياتك ممكن يتشتم ويتهان وكده. هو فدول يعني الحاجات. تاني حاجه
العتب عليك يا دكتورة حضرتك لما قلتي ان في امريكا انت حضرتك مش قادرة مثلا تشتغلي وكده هوت عشان او مش قادرة تطبعي كتاب، او مش قادرة عشان التحيزات ومش عارف ايه. حضرتك يا دكتورة بقيتي مشهورة، حضرتك لازم تدفعي ثمن الشهرة، حضرتك عملتي ليبل على نفسك، حطيتي دعاية على نفسك، انت بتعادي جهة معينة او فئة معينة في المجتمع الامريكي. فدي يعني دي حضرتك انت ده تمن الشهرة، ده تمن اللي حضرتك تدفعيه. بس لو حضرتك مش مشهورة وعايزة تروحي تشتغلي في اي حتة، في حد بيسألك انت جهة وجهاتك السياسية ايه، الدينية ايه، الجنسية ايه؟ لا، مفيش حد بيسألك خالص. ليه؟ لان حضرتك مش مشهورة، حضرتك مواطنة عادية. بس لما حضرتك بتحطي ليبل على نفسك، انا مين، زي مثلا لنفرض باراك اوباما مثلا، هو معروف اللي هو مع الديمقراطيين، تفتكر هيروح يقدم شغل عند ريبابليكان؟ لا طبعا، لان هو مشهور وحط نفسه على ليبل اللي هو مع الديمقراطيين. فاي حد ريبابليك الجمهوريين مش هيشغله ابدا. فانت حضرتي حضرتك، فانا بطلب من حضرتك اعتذار او توضيح. مش عايز اعتذار، انا طبعا العين ما تعلاش عن الحاجب، حضرتك دكتورتي وكل حاجه. ف بس توضيح ده انه مش كده امريكا. حضرتك حطيتي ليبل على نفسك، دعاية انه انت بتعادي فئة معينة. وطبعا امريكا الرأسمالية مش هتخسر، مش هيحطوا انه وفاء في شركة مثلا هنا زي اي مكان والمارت يقولوا وفاء سلطان شغال عندنا فييجوا ما يجوش مسلمين. فطبعا دي حاجة يعني حضرتك لازم تلاحظيها يعني. المشكلة لما كنت أنا شغال في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، كان الأول اسمها MHMR Mental Health Mental Retardation، وبعد كده بقت State Institution، وبعد كده خلوها State Supporting Living Center، يعني بس مقاوم للحياة، عشان اللي هم الأمراض النفسيين دول ما يحسوش بالديسكريمينيشن. حتى العنبر اللي كان هناك كان بنسموه هوم مش عنبر. المهم، فكان احنا عندنا فوق السايكولوجيست في المكتب اللي فوق، واحنا اللي تحت اللي عايشين مع المريض النفسي 12 ساعة في اليوم، شايفين ازاي والبيهيفير بتاعته. صدقينا يا دكتورة، كان يطلع فوق، كان يتصل بيا السايكولوجيست يقول لي اهو نازل لك تحت على السلالم وبقى 100 وبص وحرام ده هو اللي جنبه ماشي حضرتك. لما ينزل لي تحت مختلف خالص، مختلف خالص. حضرتك عارفه ده السكسروفينيا، الباي بولر. يعني حضرتك عارفه ان ازاي المريض النفسي ده ممكن يلعب بالبراكتيشنر. لكن لما ينزل بقى عند الميديكال لا، ما عندناش احنا يا مرحمين، يا تاخد الدواء، يعني اتصل بالقاضي دلوقتي نكتفك، يدينا امر ان احنا نكتفك ونديك الدواء غصب عنك. ايه رايك؟ السايكولوجيست يعني وكل اكشن وانا اي اندرستاند يور اكشن، لان مش عارف ايه، ودي استفزتك، ودي وعملت فيك ايه وصح، وقالت لك انت قصير، وقالت لك انت مش غلط، وانت ما بتفهمش. لا حبيبي، احنا الدواء بقى ما بيفرقش بالحاجات دي، مهدئ مهدئ. فطبعا حضرتك انا عارف، يعني عارف السيستم، بيبقى المريض النفسي ده طالع نازل على السلالم بيني وبينك، انه لا ده تحت احمد عايز يديني دواء، لا انا مش عايز الدواء. فانا عارف حضرتك، يعني صدقيني 3 سنين شغال في المصحة دي، شفتهم كلهم، اتعاملت معهم كلهم، من يعني بيدوفيليا، سبليت شخصية، كل حاجة. صدقيني اتضربت، اتشتمت، نيرسز تانية اتبهدلت. كنا بناخد دروس بس مثلا شهر وشهر ونص، المدربين بيعلمونا انه ازاي نتعامل، بس مش بيعلمونا اي حاجة تانية غير ازاي نستحمل المريض النفسي ده. فانا عارف حضرتك ازاي هو ممكن يكون دخلك. طبعا ده مش غلط ومش عيب، بس الحاجة ان حضرتك يعني زي ما قلتي مثلا اللي بينبحوا عليك، انت حضرتك نصحتي قلت له عشان ما تسمعش كلامهم، ما تعرفش انتباههم. دي نصيحة جميلة جدا،
رد عليهم رد كويس، اجنور، ده ممتاز جدا. ده كان المفروض يعمله من زمان، مش دلوقتي. now is too late. now is too late. now وقت تقريبا عقاب اجتماعي. المريض كان عندنا ما بنقدرش طبعا حضرتك نعاقبه ولا نحبسه لانه كلام او حاجات زي كده، لكن في عقاب اجتماعي، مقاطعه وحاجات زي كده. يعني كنا بنمنعه من الرحلات، بنمنعه انه يتفرج على فيلم، يروح السينما. بس لازم يكون في اكشن للرياكشن. يعني هو الاكشن ابنورمال اكشن بتاعه هو اللي سبب الابنورمال اكشن بتاعه هو اللي سبب ابنورمال رياكشن، والمفروض يسبب نورمال رياكشن للابنورمال اكشن بتاعه. فحضرتك يعني انا اتمنى ان حضرتك ترجعي وتشاهدي الفيديو اللي عملتيه، وتشاهدي فيديوهات من عنده. واتمنى زي ما حضرتك بتقولي انه بتعتبري نفسك زي والدته، ان يكون ليكي الانفلونس ان انت تضغطي عليه، put pressure on him انه يروح يتكلم مع اولا دكتور نفساني، ثانيا مع دكتور، ومثلا يبدا معاه بمضاد اكتئاب، مهدئات خفيفه، ويبعته لسايكياتريك اللي هو مخ واعصاب او حاجه زي كده، عشان يشوف اذا محتاجه العمليه اكتر من كده. هو احنا بنبدا بمضاد الاكتئاب مع كل مثلا زي الاو سي دي اللي هو الوسواس القهري والحاجات دي، بنبدا معاهم بالاس اس ار اي اللي هو سيلكتيف سيروتونين ريبيتيك انهبيتور، رخيص وكويس. وبيبقى انت عارفه حضرتك دول بيشتغلوا على وقت طويل، يعني مثلا 6-8 اسابيع لغايه ما نبدا نشوف التغير. فيمكن ال6-8 اسابيع دول يشوف هو حد يتكلم معاه سايكولوجيست زي حضرتك كده، هو انه يورك اولا، يشتغل اولا على الغضب السريع اللي بيعمله، ثانيا يشتغل على يعد على صوابعه قبل ما يشتم حد، ياكل، يعمل اي حاجه ان هو يضيع انتباه الانجر، ويضيع انتباه انه يظلم الاخرين ويشتمهم. حضرتك حاجات مش معقوله جدا حضرتك يعني. وفي الاخر تشوف التناقضات، انا تنويري، انا مش عارف ايه، وبعدين يطلع في فيديو يقول انا الذكر، العضو الذكري بتاعي اكبر ذكر مش عارف ايه، انا ذكر، انا حاجات غريبه جدا. بس تعرفي حضرتك ممكن تقولي لي طب انت بتتفرج عليه ليه، ما كنت تقفل. لا، he's a good case to study. he's a good case to study. he's just like what the book say، زي ما بالكتاب بيقول بالظبط. فهو good case to study، واحنا عايزين نشوف النهايه ايه. يعني هي فعلا interesting، يعني هي مشيقه جدا الموضوع ده. هو ان اولا من ناحيه هو اتشهر واخد بقى عنده فانز وكده هو، وفي نفس الوقت خلاص اتعرف مثلا انه في حاجه غلط. طب احنا نعمل ايه يا حضرتك؟ يعني الناس تعمل ايه؟ هو المفروض يعمل ايه النهايه؟ فانا اعتقد ان حضرتك تنصحيه انه يشوف علاج، وهو يكون عنده الشجاعه الكافيه انه يطلع ويقول انا اسف، اولا انا اسف، ثانيا انا هتعالج او بتعالج ورحت شفت حد. ده الحاجه الوحيده ان فعلا الانسان ده يكون انسان كويس وقابل للنصيحه. بس انا يعني استطيع ان احط رهان مع حضرتك ان ده هيحصل. يعني احنا كنا بنشوف حتى مع الادويه كانت العمليه ما بتبقاش كويسه قوي يعني. فاتمنى حضرتك انك تنصحيه، تساعديه، وتفضلي تساعديه. وبس عشان تتاكدي من تشخيصي او ماي دايجنوسيس، لو سمحتي احضري الفيديوهات بتاعته وبس بحياديه، مفيش بياس، مفيش اي حاجه من manipulation او victimizing او اي حاجات دهيت انه تاثر على قرار حضرتك. انا اسف لو قلت كلام كتير، ان انا كلمش كتير، انا ما بعرفش اعبر كتير، بس هو الموضوع شيق جدا، والموضوع لازم فيه حد انا مش هقول متخصص بس عنده خبرة شوية انه يتدخل في الموضوع ده. وشكرا جدا للاستماع، واتمنى
الاقي رد، والناس اللي بتشوف الفيديو تشيره وتوصله للدكتوره سلطان وتوصله لهشام وتوصله لناس يعرفوه. لانه احنا مش ضده، احنا محتاجين مساعدته. انت عندك معلومات كويسه، انت ممتاز جدا في حاجات كتيره جدا، بس انت محتاج اللي هو التاتش الصغير بس كده، انه الحاجات اللي في راسك تتعادل، انه وخصوصا تعاملك مع هيومن بيز، معاملك مع الناس. ماشي، يلا مع السلامة.